سميتي سلسبيل. عندي اختي وماما وبابا، يعني حنا 4 في الدار. كنت انا الكبيره، وراكم عارفين الاخت الكبيره تتكون هزه المسؤوليه وهي كبيره. مهم كتكون هزه المسؤوليه اكثر من خوتها الصغار. انا ما كنتش هزه غير المسؤوليه وصافي، وانما هزه بزاف ديال الحوايج اللي خلاو الحقد والحسد يتولد فيا. باقي كنعقل ديما ماما تدير الفرزيات، كيف نسميوها، بمعنى ديما كتفضل اختي عليا وبزاف، لدرجه وليت نقول ياك ما انا ما بدهمش. ديما الحاجه الصعيبه ديالي، تخمال، طياب، تسياق، كلشي كنت نديرو. انا عكس اختي، كنت تعرف غير تاكل وتنعس. من نهار عقلت على راسي وانا في هاد الحاله بحال الخدامه. نعقل واحد النهار كنت نسيق وبدات ماما: انتي ما كتعرفيش، لا تسيقي، لا ديري حتى حاجه، ما كتعرفيش تكرطي. المهم شبعتني معيار وشبعتني هضره اللي خلاتني الصراحه نكره ماما ونكره اختي ونكره حتى حياتي. العكس ديال اختي اللي دارت غير شي حاجه تتبقى ماما تقول لها تبارك الله عليك الزين والحداقه وكذا، وكتبقى تمدح فيها قدامي وقدام الناس. تهز غير كاس بحال ما عرفت شنو دارت. صراحه كانت اختي احسن مني، كانت الزين ولاطاي ديالها مقاده، ولكن حتى انا كان عندي حقي. هي كانت بحش حسن مني، كانت قاريه، انا لا. خرجت لحقاش طلعت ليا القرايه في راسي. اختي ديك الساعه كانت كتقرا في لافاك، انا كنت كندوز النهار كاملو في الماعن والتسياق والتخمال. وإلا جا العيد كتختار ليها الحوايج الزوينين وانا لا، وتتبقى تمدح فيها بزاف لدرجه انني وليت كنوقف قدام المرايه وتنقول واش انا خايبه، وعلاش تدير معايا بحال هكا، علاش كتعاملني ماما بحال هكا، ياك ما نكون ماشي بنتها. حقدت على الوضع ديال بصح والله، ولكن هانيه. واحد النهار كان واحد العرس وجبنا التكاشط، لبست وحده عجباتني وهي تقول لي حيديها، راكي كتباني بحال سكوليطه، يعني ما جاتش معك. غير حيدتها، غير نصلتها، عزتها ماما عطاتها لاختي، قالت ليها لبسيها، لبساتها وبقات كتقرا عليها سوره الفلق وكتمدح فيها وتقول ليها الزين وكذا وهذا. بقى فيا الحال لدرجه داك العرس صراحه ما مشيتش ليه. مني جاو من العرس ناشطين، وانا ملي خلاوني ومشاو وانا كنبكي كيف الهبيله. المهم ما عليناش، دازو الايام، جاو عندنا شي ضياف من العائله وجا معهم واحد الولد. كاع داكشي اللي كنت تعلمته ديال الطياب في دوك السنوات واش درتو داك النهار؟ سيقت، جففت، طيبت اشكال انواع ديال الماكلات اللي يطيحوا لكم على بالكم، وجدت يعني الطبله، وجدت كل شيء، وجدت راسي، ولكن ما عنديش الزهر كيف العاده. مني جيت نجلس حداهم قالت لي المراه اللي هي ماما: نوضي تقعدي، قادتي شغالك، يعني تعاملت معايا بحال الخدامه. ديك الساعه ما كرهتش ان الارض تشق وندخل تحت منها، حيت حسيت براسي بواحد الحضره وتعاملت معايا بحال كتعامل مع شي خدامه. وغير جات اختي بدات تقول عليها ها هي زينت ماماها، جات وبقات كتعامل معاها يعني زوينه، ها هي الغزاله. المهم انا غرت وبقى فيا الحال، صراحه بقى فيا الحال بزاف. ايوا كلاو الناس ونشطوا ومشاو، وكيف العاده انا هي الخدامه. بقيت مني الماعان وجمعت الروينه وجمعت الدار. دازت سيمانه، صونات لينا ديك السيده وقالت لماما جيبي بناتك وجيو تعشاو معنا، عرضاتنا. ايوا مشينا عندهم، دخلنا، شفت ولدها صراحه عجبني انا بزاف، حيت ملي شفتو في الخطره الاولى عجبني وتمنيت انه يكون ليا، ولكن ما داهاش فيا، بقى غير مع اختي تيدويو وتيضحكوا.
وانا كيف الكلبه حاشاكم بيناتهم. مهم تعشينا ومشينا في حالنا. النهار الاخر هزيت التليفون دويت مع صاحبتي وقلت لها اديني عند شي فقيه، وفعلا داتني وعاودت ليه قلت ليه ما كرهتش انني نتزوج به، قلت ليه نتزوج به وغادي نبرعك. قال لي جيبي غير شي حاجه تكون ديالو. المهم مشيت جبت داكشي اللي قال لي الفقيه وديته ليه، وديت معايا شي فلوس لدرجه انني بعت السلسله ديال الذهب اللي عندي، وقلت للدار كذبت عليهم وقلت لهم انها طاحت ليا وكليت عليها قتله ديال العصا من ماما، ولكن مهم غير نقضي الغرض. مهم دازت سيمانه هكاك جاو عندنا دوك الناس عند بالي، جاو باش يخطبوني. صعدت صدمت، هما جاو باش يخطبوا اختي الصغيره. اختي الصغيره. عرفتي مشيت نهبل، مشيت نتصدى، هزيت صونيت لصاحبتي وعاودت ليها. النهار الاخر رجعنا عند الفقيه، قلت له انا اللي بغيتو اشنو درتي، انا اللي بغيتو وجا خطب اختي. المهم دازت السيمانه هكاك وداروا الخطبه الكبيره. المهم اختي كانت كتوجد راسها وانا بحال كنت كنوجد لشي جنازه. عرفتي مشيت نموت بالحقد والحسد لواحد الدرجه ما تصوروهاش. المهم نط مشيت عند الفقيه قلت لي عافاك عطيني شي حاجه اللي نوكلها ليها، اللي نعطيها ليها باش ما تبقاش تبغيه، يعني باش ترفضوا نهار العرس. عطاني نهار عرسها عطاني واحد الحاجه نديرها لها، يا اما في شي مشروب او لا في القهوه. المهم نطنا نهار عرسها، لبسات وقد تقادات ومشيت عندها قلت لها غادي تبقاي غير جالسه وغادي تعياي، المهم غنوجد لك غير شي قهيوه باش تبقاي موقته. المهم نط انا وجدتها ليها ودرت فيها داكشي اللي عطاني الفقيه. من بعد ما شربات اختي نط بواحد الحاله، نطت تغوت وتتنتف في شعرها وتتقطع في حوايجها قدام الناس. ندمت، ما كانش تيسحب لي بلي غادي توصل لهاد الدرجه. انا كنتوقع غير انها ترفض وصافي. المهم تفرق العرس، تفرقات الشقله كامله، كلشي مشى بحالو. واختي خرجت عليها ولا تضرب بالحجر في السناقي ولا تصطاد، وانا ضميري كيعذبني بزاف. ما عرفتش اش ندير، واش نقولها لماما ولا شنو غادي ندير. المهم من داك النهار وانا ضميري كيعذبني وانا كنتعذب وما كنقدرش نعس الليل. وصراحه بقات فيا اختي بزاف، وهادشي كامل بسبب الحقد وبسبب الحسد وبسبب الكراهيه. وانا عارفه هادشي بسبب من، يعني سببه ان الام ديالي كانت كتعامل معايا خايب. كانت كدير الفرزيات بيناتنا. هي الام ما خصهاش تعامل بحال هكا. مهم نتمنى هاد القصه تعطيكم عبره ونتمنى تكونوا استفدتوا منها. نتمنى تعجبكم القصه ديال اليوم، وما تنساوش تبارطاجيو القصه باش تستافد اي واحد يستافد من هاد القصه. وما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الزر ديال الجرس باش ان شاء الله توصلوا باي جديد انا كنحطو لكم. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، والى القصه المقبله ان شاء الله.